يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله يا شرح يازيات شو جاي يازيات إسماعيل يحشو إيالر، وأنه عز وجل استوى على العرش. صار دوك تيشدو أهل السنة والجماعة برشنا دوك تيشدو صار صوتدو أنه عز وجل از الله سيدو نزبولوش خنوال الله استوى على العرش. عرش انتهلق يعني سورة الأعراف يعني سورة استوى على العرش ثم استوى على العرش يعني سورة الأعراف شوز تديت لغدور الآية تدينتس. استوى على العرش بلا كيف ملاش تيبار لأنه ازلق والر صرت خطسه والرين وين خو سق حلق والر خو علق والر خو أو خزر حلق دالر خو علق دالر خو هما حلو جو حلق والر خو علق والر خو بعد الله لق والر مش تتخايشات أنا الله مش توين تصور خلش سن حقيقة وين تصور خلش خود دات الله حق أن دات زي مش لقيان من آذر مار سيقلين لا تأسو سيقلين شلقي تهي العش لقن وجدال خلاش هما يحق الرئيس ستح لقيان ودال مش لأنه خود سخوش بلا كيف مشت خنت سخوش تأخذ إسماعيليس فإن الله تعالى أنهى إلي أنه استوى على العرش. بقول لك تخلق وجداله حقاش تاد سوق شيء عرش انت لق واغر ولم يذكر كيف كان استواءه. بغض الله حادي عدات مش تخنت شيء لقوا ما راح تي باردز. أن نرجعه إلى حقيقة الاستواء. لقوا على الاستواء يعني شو استواء يعني شيء ما عنده تي بارد أجر قلامي ما عنده لقوا على صوت حقيقي ما عنده دوت مشتت قتيبار هم حاسد الشيء قلامي معن يسديس حا دش أصلا نويدول معن زوجين عدلا دول معن استوى ياخر لقوا هذا معن بس قلامي در. وهذا لا يجوز دحل استواء آلرغ توت، بل يجب أن نقول بلا كيف مش تبعنوت سهور لق يعني الله لقى مش تخن خايشات سو اصحى هذا المار سو حيان شو تشوي بلا كيف يعلمه الخلق خلق أخات مش تبعن حق ذاك الله خلق أخات مش لق يعني
تدها الله لق يعني أشي خلق أختر بالخلص يعني أشي خلق دار قلة دور هم لق دار أختر دات الله لق والر سو لق يعني حالا تنعطيش إسقابل دو تنس إمدو بعد مش لق يعني خات لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها إذا مشت آخر إذا حال دئز بلا حال خند مشت خند خايشات وهذا تتوقف على المشاهدة يعني عن بعد سيديش خود مشدس وهي ممتنعة بعقر خلي شو المشد بين مشكو الله بعقوت زلق على بعدين ذات يتسو حقيقة ذات لهذا أطلقت بلا كيف مش بأنه دواتش الله لق يعني قوله فإن الله تعالى أنهى إلي الله سوق حقا اشتاد دعوه وجاء يزعج إسماعيليس أنه استوى على العرش عرش إعلاق وعر لا يصح أن يقول إلي سوق اشتاد أن هذا نسدات يوح شرح داتشو ثم مش قاشتاد مسنيق قرآن تحمى حوادي أديز دا والمعنى أنهى حقاش تادي عرفي أخبرنا ويك حقا دا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن تقول حقا دا جل وعلا سيدر لقن وجه أنه استوى على العرش عرش اللق وعذر حقا ندري ما عند سن سوك حقاش تادي عرفي الشيء بس حقاش ترسلنا هذا نيستاس يوه وشار داج قوله ولم يذكر كيف كان استواؤه بعد الله حاضر عادات مش تخلد شيء لقوار أنا عشبين برستاوي دي يشوات سنديا وين الله حقيقة سود وين تخون دي الله خلر مار كسر سو حاضر مار وين خات لم يذكر لنا الكيفية ويحاهد عادات سو مشتلق بأنه فيجب أن نقف مع خبره الذي أخبرنا به وهي صوت دي سو حأنش منتح على العرش استوى عرش انتهلق بأنه أنش صوت دي زي قد عافو درسو مشتن سو إمام مالك خاتات دوش الرحمن على العرش استوى قريت يقول الله عرش انتهلق مشتن لقوا على الفت خوي عند مالك مش تخن خوش دات يعني بس خاطر بدعة ديانت أنا إيش حال نبغى شار خاطر دات أصحاب مش خاطر دات إيش صار مش تلقوا يعني ولا مش ترز يعني بس خاطر بدعة ديانت وبدعة أهله أرواح مجلس يعني شيء يخرجوا عاش مشكلة أرواح تاو إمام مالك سريع مش تخن تياهر هذا النيستات ولا نتجاوز ذلك سلطاتي خدع للشات استوى على العرش استوى عندش سوس ديس عرش تعلق لانه عندش قد عقدر دوتش برستولات سديش خيتش وهذا هو الواجب تسد ستر واجب ده بذات عنده وقد فسر السلف الاستواء بأربعة ألفاظ ديتي بار سلف حال دبخاج عالمنا ديتي بار ما عندات سو استوى يحشن то есть سو استوى يحشن ده شيء سو لق يعني يحشن ده شيء سينونيمش هاي ولا يصير تما عنقي قولش بعد دشاش ديتي بار قولش قال بعضهم استوى ارتفع استوى يحشن ما عند ارتفع لق يعني ما عنده يحسب الشر قال بعضهم وقال استوى على حلق يعني لقفا كما ذكر ذلك البخاري في صحيح البخاري يصحح حديث عن أبي العالية سوسو يادريان والاستواء استواء علو لقفا قال بعضهم استوى أي صعد لق يعني قال بعضهم استوى أي استقر نيسان وستسعة وستة يا فهذه ألفاظ أربعة دئتي بارلا سارديرش هي تفسير للاستواء استواء يحسن تفسير سن كمنتاري جير سن أبسين جير مع أنه واضح
إذا إجدشر رازني دشر داد ديزت سناج استوى آخر شيء ياون دس معا والشيء الواضح لا يحتاج إلى تفسير دير دات سنج دشر قول ديزت ولكن زيادة اعتناء بهذا الأمر وبلغها دقق كركوير مع داتر لأن أهل البدع ضدوه بدعة أهل النور لقرأن يعدات دول دي احتوى مع دس المحتار نجع سنز دال أندلاري مير استواء ياش دقنا شيء الله إذ حاودج إذ استواء لقوا حاودج يرشوا عن خيتر تاتشون وهن معا استواء تيتويا مع دوهن دالدي يتويا مع دوهن يعني أندات صنع القرآن أندات سنة أندات الاستواء ياهر الله لقوا دقنا حاودات قرآن ده سورة طه ياش سورة خلال آية ياخد الرحمن على العرش استوى الرحمن قريت من الله عرش انتهلق عنه سورة الأعراف تقول هذا شوط ديت له الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إن ربكم شندال الله هو الذي هو خلق السماوات والأرض سيقلين الله تقلا في 6 أيام يهدينا ثم استوى على العرش عرش انتهلق عنه سورة يونس يا سورة يهدال قال درج آيته إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إن ربكم شنديال الله هو الذي هو خلق السماوات والأرض سجلين رجلات تقلا في 6 أيام يهدينا ثم استوى على العرش عرش انتهلق سورة الرعد يا سورة يهدال شلط الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي إذ رفع السماوات سجلي نجأيا بغير عمد ترونها قلب عاود سوت بش وان بعد بعاود سوت بش مش حلواتش ثم استوى على العرش تحت عرش انتهلق بها سورة الفرقان يا سورة هشوط طيصة آية قال يهدال الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام لقن وجه الله سيقلين رجلات قلات سانيقي ملضو الهم قلات في 6 أيام يهدينا ثم استوى على العرش تحت عرش انتهلق سورة السجدة يا سورة يهدال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله قلات الله هو خلق السماوات والأرض سجلين رجلات قلا وما بينهما تشين يقي ملضو هم قلا في 6 أيام يهدينا ثم استوى على العرش سورة الحديد يا سورة يهدال خلق السماوات والأرض في 6 أيام سجلين رجلات قلات الله يهدينا ثم استوى على العرش تاق عرش انتهلق لنا تاق لقن وجدال حي أنش هم انتهى تتهى لقان صوص ديز مشتت خاشيات مشتت برستايف دي شات مشتت خات الشات أنا قالش لقان وجدال حسي قالش سديال أقدر دول هما إلشنو حسي قال صلى الله عليه وسلم حاقل اشتخايش ورزات لقان وجدال شي رياض ولا شي إيمان تعنيس دول شي رياض ولا شي دين تعنيس دول شي رياض ولا شي عقيدة تعنيس دول إلشن عقيدة صلى الله عليه وسلم سن أصحاب عقيدة تعنيس دول يقول لكم قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته